ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض كحك العيد الدايب اللي هيطلع معاكي أحلى من المحلات. هنعمله بطريقة بسيطة جدا وهنعمل نقاشات حلوة قوي. هقولك على كل الأسرار بتاعة الكحك، هو ما فيهوش أي حاجة، هو سهل جدا، بس نتبع الخطوات هيطلع معاكم ممتاز. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. المقادير اللي معايا: كيلو دقيق، ونص كيلو سمنة زائد معلقة بما يعادل 550 جرام، ومعايا معلقتين سمسم ني، ومعايا نص معلقة صغيرة من ريحة الكحك، ومعلقة كبيرة خميرة فورية، وكمان معايا روح الموز. ده طبعا دقيق فاخر لجميع الاستعمالات، ممكن تستخدمي اي نوع دقيق يمشي معاكي، بس يا ريت يكون نوع كويس. اول حاجه انا هعمل الخميره بتاعتي. انا جبت كوبايه طويله شويه كده، وحطيت فيها 100 ملي من الميه، وحطيت معلقتين من السكر البودره عشان يدوب بسرعه، وحطيت معاها معلقه الخميره، وحطيت معاهم كمان 100 ملي من اللبن. عايزه تستخدمي لبن بس ينفع، او ميه بس ينفع. انا عملت معادله ما بين اللبن والميه بما يعادل 200 ملي من السوائل، يعني مجموع السوائل 200 ملي، يعني كوبايه من اللي هي مج الشاي اللي انا وريته لكم ده. وهسيب الخميره على جنب تتفاعل، وبعد كده هنخل الدقيق بتاعي. انا هنخل الدقيق واحده واحده كده. انا مستخدمه دقيق الضحى، ممكن تستخدمي سنبله الفرات او الخمس نجوم، ممتاز جدا، او ممكن كمان الكوثر، حلو قوي. بس اهم حاجه ما تستخدموش دقيق سايب. بعد كده حطيت ريحه الكحك، وحطيت السمسم، وحطيت كمان رشه كده من الملح بسيطه قوي عشان تظبط لي الطعم، يعني حاجه كده بسيطه قوي ما بين صوابعي. وحطيت بيكنج باودر على طرف المعلقه، يعني نص معلقه صغيره ممسوحه. تمام. وحطيت 3 نقط من روح الموز. على فكرة ممكن ما تستخدموش ريحة الكحك لو مش بتحبوها، وتستخدموا بدلها روح الموز، حلوة جدا، بتجيبوها من عند مستلزمات الحلويات. طيب أنا سخنت السمنة بتاعتي، سخنتها كويس قوي، وهنزل بيها على الدقيق عشان تشوفوا الفوران اللي بيحصل ده. الفوران اللي هو اللي انتوا شايفينه ده، هو ده اللي هيطلع لي الكحكة بتاعتي دايبة، والقلب بتاعها ناعم جدا وهش. طيب هنيجي بقى للأسئلة الكتير اللي بتقول يا ترى أعمل الكحكة على السخن ولا على البارد؟ هو يمشي الاتنين، بس احنا لما بنسخن السمنة بيخلي الكحكة ناعمة قوي. وطبعا جداتنا وامهاتنا زمان هم اللي عودونا على موضوع قدح السمنه ده، بس انا ما قدحتهاش، يعني ما تسيبيش السمنه تغلي على النار كتير عشان ما تمررش معاكي. مجرد انها تسخن وتختبريها كده برشه دقيق بسيطه، لو عملت فوران اطفي عليها على طول. طيب ايه فايده ان احنا بنسخن السمنه؟ عشان يحتفظ بالكحكه اطول فتره ممكنه، بس مش اكتر من كده. لكن لو انت عامله كميه قليله ومش عايزه تسخني السمنه، خلاص زي ما يعجبك. بس عايزه اقول لكم بقى ان الطشه اللي احنا عملناها والفوران اللي انتوا شفتوه ده بيخلي الريحه والطعم حلو جدا. بعد ما نزلت السمنه على دي، قلبت طبعا بمعلقه خشب عشان بيكون سخن جدا. وبعد ما العجينه كده هديت، بستها بايديا زي ما شفتوا، بفضل ادعك كده بين كفوف ايديا العجينه لغايه ما اشرب الدقيق كويس قوي من السمنه. تقليب يا جماعه، مش عجن. تمام. هفضل ابس في السمنه مع الدقيق لمده ما تقلش عن 10 دقائق. اول ما الاقي العجينه نعمت خالص بين كفوف ايديا، هنزل الخليط بتاع الخميره زي ما شفتوا، وهقلب كده تقلبتين، مش هعجن خالص. وخلاص على كده العجينه جاهزه معايا. زي ما انتوا شايفين العجينه ناعمه جدا. بصوا بتقطم معايا مش بتشد، العجينه ملهاش عرق خالص، مش بتشد، بتقطم معايا. اهو بصوا انا ضغطت عليها كده، مش بتشقق ولا بتبصم ولا اي حاجه، المقادير دي مظبوطه 100%. تمام كده. انا مش هسيب الكحك يخمر اطلاقا، لان احنا عقبال ما هنشتغل فيه وننقشه هيكون خمر اصلا، او هتكون العجينه ارتاحت، وعقبال التشكيل ده كل ده بياخد وقت، فطبعا هي هتخمر اوتوماتيك. تمام كده. طيب انا جبت الميزان ووزنت كور كده على الميزان، مقدار 30 جرام، او يعني بالويم كده او بالنظر، يعني انت تشوفي الكحكايه المقاس اللي يعجبك، بس يا ريت ما تكبروش الكحكايه قوي، يعني تكون صغيره كده لان هي لسه حجمها بيزيد شويه في الفرن. وانا هشتغل بقى بالمنقاش او بالبصامه زي ما يعجبك. انا طبعا معايا
المنقاش النحاس ده يعني ذكرى من والدتي الله يرحمها. المنقاش ده يا جماعة عمره سنين طويلة قوي، وبيفكرنا طبعا بالذكريات الجميلة بتاعت زمان. فأنا باحب أشتغل بيه جدًا ومحتفظة بيه، يعني بالنسبة لي حاجة غالية أوي يعني. فاقعدوا بقى انقشوا الكحك كده زي ما يعجبكم، النقاشات كتير والرسومات كتير، بس أهم حاجة يكون المنقاش بتاعِك السنون بتاعته تكون ناعمة عشان ما ينتش العجينة ويقطّعها معاكِ. أهو بُصّوا، أول حاجة باخد قطعة من العجينة وبانعّمها كده بين كفوف إيديّا، بانعّمها كويس أوي. وبعد كده بابتدي أشتغل فيها بالمنقاش، بانغُزها كده نغزة بسيطة، اعملي بقى أشكال وردة، اعملي أي أشكال تعجبِك اشتغلي بيها. أنا معايا كده شوية عين جمل هاحشي بيهم جزء من العجينة. جِبت حتّة كده من العجينة وعملت فيها فراغ كده زي الكُبيبة، وحطيت فيها واحدة عين جمل، وهاعمل لها نقشة كده مخصوصة عشان أميّز ما بين السادة وعين الجمل. طبعًا لو هتحشيها ملبن ما فيش مشكلة، هاتي الملبن وحطّي عليه معلقة من السمنة ونعّميه كده كويس أوي بالشوكة، واعمليه كرات صغيّرة وجهّزيه على جنب، وبعد كده احشي بيه الكحك. وكذلك العجوة، برضه هتحطّي عليها معلقة سمنة وتنعّميها كويس أوي وتعمليها كرات وتحشي بيها الكحك يعني. بصوا يا جماعة العجينة ممتازة، عايزة اقول لكم ان هي لينة في ايدي جدا، وبتاخد النقشة مظبوط، وعقبال ما نقشت كل الكمية الشكل ما اتغيرش ولا الكحكاية حتى لما خمرت الرسمة ما راحتش ولا اي حاجة. بصوا شكلها حلو ازاي. اخر بقى جزء من العجينة قعدت افنن كده وعملت اشكال ورق شجر. ممكن بقى تعملي اشكال عروسة كده او حروف زي ما كانوا امهاتنا بيعملوا لنا زمان عشان يفرحونا. بصوا اهي عملتها كده زي برمتها يعني كده على ايدي، وبعد كده عملت لها بوز كده رفيع عشان تبقى شبه ورقة الشجر، وعملت لها خط في النص كده بالمنقاش، وعملت لها التجزيعات بتاعت ورقة الشجر. بصوا شكلها جميل قوي. طبعا التسوية هتكون على فرن مسخن مسبقا، درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط، يعني حوالي 170 أو 180، ما تكتريش عن كده خالص. هتدخلي الكحك بياخد حوالي تلت ساعة في الفرن، يعني من ربع ساعة لتلت ساعة. طبعا الكحك السادة بياخد تسوية شوية عن المحشي، لأنه بيكون كمية العجينة بتكون أكتر شوية. فأول ما يحمر بس معاكي بسيط قوي اطفي عليه، ما تشغليش الشواية ولا أي حاجة، عشان نواعم العيد يا جماعة سهل قوي إنها تتحرق، فنخلي بالنا من الموضوع ده كويس. بصوا أنا هنا بعد ما سويتها الوش بتاعها زي الظهر واخد لون ذهبي خفيف قوي، وطفيت عليه النار. بصوا بقى وانا بكسرها كده ناعمه جدا، وعايزه اقول لكم يعني ايه ان هي دايبه قوي، وفي نفس الوقت فيها قرمشه بسيطه قوي اللي هي القرمشه المظبوطه بتاعه الكحك. بصوا حلوه ازاي. بعد بقى ما يبرد احتفظوا بيه يعني في علبه بلاستيك، رصوه كده فوق بعض بالراحه، وما تحطوش عليه السكر غير ساعه التقديم، لانه طبعا لما بيتحط عليه السكر يعني بيشربه ولو قعد فتره طويله بينشف معاكم شويه. بصوا ده المحشي بالعين جمل، حلو جدا، وكانت ريحته بقى قلب البيت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو حد عنده اي سؤال ياريت يكتبولي في التعليقات، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.